أنا عارفة إن ساعات بتطلع مننا غصبٍ عننا كلام، وساعات بيطلع مننا حوار، وساعات بيطلع مننا مواقف بتبقى ماشي حتى لو يا سيدي غصبٍ عنك، بس يا جماعة جرح البني آدمين طلع تمنه كبير أوي، ومش سهل ومش حلو، وإنك تقعد تعوّض اللي قدامك أو تحاول تصلّح اللي قدامك، الموقف اللي أنت عملته بياخد وقت، وبياخد مجهود. مش هاقدر أنكر إن أنا برضه كنت كده، وكان ده بيحصل منّي، وكنت بازعل جدًا من نفسي، وكنت باقول أنا ليه باعمل كده، وكنت بابقى مش عارفة أعمل control. بس طبعًا بفضل الله لمّا الواحد ابتدى يحرّر الأسباب الجذرية جوّاه، وكم من الصدمات اللي خرجت، اللي خلت الواحد فعلًا يقدر ياخد باله بس بيقول إيه، يستنى شوية قبل ما يقول اللي عاوز يقوله. فقلّت طبعًا كتير المساحات اللي الواحد ممكن يجرح فيها حد أو يغلط فيها في حق حد. فتعالوا في رمضان نبدأ نقول يا رب، يا رب ساعد لساني، ساعد أفكاري، إنها يا ربي ما تخرجش مني تأذي حد، وطبعا أولهم نفسي، ولا القريبين مني، ولا ولادي، ولا زوجي، ولا العاملين تحت إيديا، أي حد يا جماعة. حتى لو حد جه وانت فاكر انك عشان بتدي للسباك فلوس، ولا بتدي للنجار فلوس، ولا بتدي لحد فلوس، فهو المفروض يعمل كل حاجة A1 ويعمل كل حاجة على مزاجك. برضو بالراحة، بالراحة. ماشي بقى لو قلت 100 مرة وهو بيرجع نفس الخطأ تاني، ماشي يا عم انفجر بقى براحتك مش مشكلة، ما هو برضو اللي مش عاوز يطور من نفسه. لكن قصدي أقول إن ما يبقاش ده الطبيعي معانا، ما يبقاش على أقل حاجة أي حد بيعملها احنا بنتنرفز ونتشال ونتهبد، وندي لنفسنا الحق إنك بما إنك أنت تحت إيديا، وبالذات ولادنا وبالذات أزواجنا، أنت تحت إيدي، فأنا أكني بالظبط عندي الحرية إن أنا مرمط بكرامتك الأرض. لا، لا، لان هو في الاخر نفخه من الرحمن يا جماعه. انتوا بتمرمطوا بمين؟ انتوا بتغلطوا في حق مين؟ بتاذوا مين؟ وبرده طبعا مطلوب ان لو اللي قدامك عمل شيء غصب عنه في وقت ما واعتذر وفهم خطأه، برضو احنا خلي عندنا برضو سعة صدر شويه ان احنا نقدر نسامح، نقدر نفوت. لكن ليه ما بنقدرش نعمل ده؟ علشان مراخيرنا اللي بتبقى في السماء، عشان كرامتنا، علشان الجروح برضو اللي جوانا. وانا مش هقدر برضو اتك علينا يا جماعه برضو اكتر من كده، لان غصب عننا الجروح اللي جوانا هي اللي بتسبب لنا ان احنا بنبقى مش قادرين. تمام. فالفكره ان مفيش حد فينا ما عندوش صدمات، مفيش حد فينا ما عندوش مشاكل بتؤدي لسلوكيات بتجهده قبل ما بتجهد غيره، ومفيش حد فينا غير قابل للتطوير ولا غير قابل للتعلم. زي ما ساعات كتير بنقول ده مفيش فايده. ايه اللي مفيش فايده؟ ده احنا احوالنا كده، احنا من سيء لأسوأ. ازاي يا جماعه من سيء لأسوأ ورب الكون موجود، والمدد الالهي موجود، ورب العالمين عنده من الكنوز والوفره والخير اللي تخلينا كلنا في حاله من الغنى. الفقر فقر دماغ، والغضب لما بيعمينا بيخلينا ما نشوفش اي حاجه خالص. تعالوا نرجع تاني لرب العالمين بقلوب فيها حب، فيها صفاء، فيها تسليم. تعالوا نرجع نحب بعض تاني بجد من قلوبنا، ونحيا الحياة بكل الحب والامتنان لتجربتنا الأرضية ولأرواحنا، وشكر ومدد من رب العالمين.